بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم مره تانية. ساعات بنتاخر عليكم او بنشتغل في البحوث والاوراق القديمه والوثائق عشان نفهم ايه اللي حاصل في تاريخنا الطويل. مما يلفت النظر ان الشعب المصري ده في ناس عباقره لكن محدش يعرفها، لكنها عملت معجزات. احكي لكم على معجزه حصلت في اسكندريه وربما من سنه 1813 اسمه الحاج عمر. فتشوا حتى يعرفوا. الحاج عمر ده الذي بنى الاسطول المصري وبنى بايده اكثر من 37 بارجه. تخيلوا الحاج عمر البارجه اللي كان بيعملها كان بيبقى فيها 100 مدفع. وفي يوم من الايام الحاج عمر حب يعمل بارجه في السويس عشان تروح لحرب الوهابيين في الحجاز وفي جزيرة العرب، فينقل من القاهرة وضواحيها 18,000 قطعة خشب مرقمة وبدقة شديدة لكي يجمع البارجة اللي عملها في ميناء السويس القديم. ومن محاسن هذا العبقري الحاج عمر ان محمد علي باشا اكتشفه مبكرا، وكان يتفوق على كل المهندسين في ذلك الزمان في بناء الاساطيل اللي كونت بعد كده الاسطول الرئيسي لوزارة البحرية المصرية.